أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن ذكرى استقلالنا واسترجاعنا للسيادة الوطنية كما أنها تستنهض فينا روح استذكار التضحيات الجسيمة التي دفعها شعبنا في سبيل انعتاقه، فإنها تدفعنا إلى النظر مليا حول ما يشهده العالم اليوم من تحولات، كيف أن التلاحم والتكاثف والحس الوطني اليقظ هو أمثل مسلك لتجنيب الأوطان وإيلات الهزات والأطماع. وعلى هذا المنحى الوجيه فقد كان الشعب الجزائري دوما حريصا على التمسك بوحدته ورص صفوفه، وظل عبر مختلف وقفاته التاريخية عبرة للشعوب في الولاء للوطن. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، ونحن نحتفي بالذكرى الغالية والمتميزة في تاريخ وطننا والمقرونة بعيد الشباب. أتوجه إلى أخوات المجاهدات وإخواني المجاهدين وإلى كافة بناتنا وأبنائنا بأسمى عبارات التهاني، كما أحيي حامي حمى الوطن، جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وكل الأسلاك الأمنية والنظامية التي تحفظ أمن الوطن والمواطن، داعيا أبناء وطننا العزيز إلى البذل والتفاني والوعي بالرهانات، تأسيا بالمبادئ العظيمة التي سار على نهجها شهداؤنا الخالدون. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.